السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناتي، قناة وصفات وشيوات مع رجاء. اليوم بغيت نشارك معكم ضمن تحضيرات رمضان واحد المائدة الإفطار اللي سهلة وبسيطة اللي كتوجد بسرعة، يعني دائما مع الساهل. غادي نشارك معكم المائدة البسيطة ديالي. هنا أول حاجة هي غادي نحضروا كريب حلو. يعني سبق ليا في بداية القناة ديالي شاركت معكم وصفات ديال الكريب. اليوم غادي نشارك معكم الكريب اللي حضرت. عندي هنا الجبيضات، عندي هنا واحد المعلقه ونص ديال السكر سنيده، عندي رشيشه الملحه، عندي معلقه كبيره ديال الزبده اللي غادي ندوبوها، عندي واحد شاصيه الباني، عندي هنا نص لتر ديال الحليب، عندي 250 غرام ديال دقيق الفورص. صافي هادو هما المكونات. صافي غادي نحتاجو مونينيكس باش غنطلعو الكريب ديالنا. صافي غادي نضيفو البيض، غادي نضيفو عليه الملحه، السكر، يعني جميع المكونات اللي ذكرت معكم. صافي غادي نطلعوا المكونات وغادي نوضعوهم في واحد الاناء وغادي نخليهم في سطح العمل، يعني واحد ربع ساعه. واخا الكريب ديالنا ما فيش الخميره غير نخليوه يرتاح واحد شويه عاد نبداو نطيبو فيه. يا راني الكريب ديالي صافي، يعني درناه في مونينيكس. صافي غادي نجيب واحد الاناء، غادي نخوي الكريب ديالي. صافي غادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي ولا، المهم نغطيو الكريب ديالنا وغادي نخليوه في سطح العمل يرتاح واحد شويه واخا ما فيهش الخميره كما قلت لكم. غادي نخليه واحد ربع ساعه. صافي هنا من بعد ما دازت ربع ساعه صافي غادي نجيبو مقلاة اللي كتكون خاصه بالبغريق والكريب اللي كتكون ما كتلصقش. المره الاولى غادي ندهنوا المقلاة ديالنا بشويه ديال الزبده، غير المره الاولى، يعني هاد المقلاة راه ما كتلصقش. صافي غادي ندهنها المره الاولى. صافي غادي نبدا نجيب واحد المغرفه اللي غادي نبدا يعني نعمرو ديك المغرفه ديالنا تقريبا. غادي نبدا نخوي شويه من داك القوام ديال الكريب. صافي وغادي نبدا نقاد على هاد الشكل كما كتشوفوا. يعني اغلب الناس كيعرفوا يصايبوا الكريب. بغيت نشارك معكم الوصفات اللي حضرت في هذه المائده ديال الافطار. صافي هنايا يعني غادي نخليو الكريبه ديالنا يتبان لينا بدات كتنشف من الفوق ديال هذيك الفقاعات ما بقاوش. صافي غادي نقلبوها على الجهه الاخرى. يعني غادي نعاود معكم وحيدات اخرين. صافي هنايا غادي نقلب مباشره الورقه ديالي ديال الكريب. الورقات ديالي ديال الكريب، يعني هنا ورقات كما كتشوفوا ورقات كبار، يعني تقريبا
هاد المقادير اللي عطيتكم راه كيعطيوني 12 ورقه ولا 13 ورقه ديال الكريب، يعني ورقات كبار. هنا صافي من بعد ما يعني كملنا الكريب ديالنا، ممكن تزينوا الكريب ديالكم باش بغيتو. انا غادي نزينو بشويه ديال الشكلاط اللي غادي نرافقو مع شويه ديال البنان اللي كيتوازى بصراحه مع الشكلاط. انا خديت هاد النوعيه ديال هاد الشكلاط، يعني ممكن ديروا المربى، يعني اي حاجه بغيتو تعمروا بها الكريب ديالكم. صافي غادي نوضع في كل وحده شويه ديال الشكلاط، وغادي نقطع البنان طريفات. يعني بصراحه البنان كيتواسى مع الشكلاط. ممكن تزينوا بشويه ديال الفروي، يعني دابا الفروي تبارك الله موجود. ممكن ديروا شويه الفريز شويه الكيوي، يعني كيبقى الاختيار ديالكم. بغيت اول حاجه غادي نحضر معكم عصير. دابا عصرت عصير ديال الليمون. دابا هنا غادي ندير معكم العصير الثاني اللي هو عصير ديال الشمر او الباربه مع الليمون، اللي كيجي بصراحه لذيذ. وبالخصوص ان الباربه عندها واحد المنافع لذيذه، عندها منافع يعني للصحه. هنا وضعت شويه ديال الليمون، عندي الباربه اللي سلقتها قبل وخليتها بردات. صافي غادي نوضع واحد 2 معالق السكر. يعني بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق، بالخصوص نحاولوا ما نكثروش في هذا الشهر المبارك، يعني كناكلوا المملحات وحاجات حلوين، نحاولوا ما نكثروش السكر. صافي من بعد ما عصرت العصير ديالي ديال الليمون مع الباربه، صافي غادي نخويه في الكويس وغادي نخليه يبرد. يعني القوام ديالو كيجي على هذا الشكل، كيجي بصراحه ثقيل، ما كيجيش خفيف، يعني كيجي القوام ديالو على هذا الشكل.
غادي نشارك معكم النوعيه الثالثه ديال العصير اللي هي عصير ديال البنان وشويه ديال التفاح مع السبانخ والحليب. بصراحه السبانخ اللي كيجيو رائعين، كيجي بصراحه هذا العصير كانك كتشربي لافوكا. غير جربوا هذا العصير. صافي هنا وضعت واحد 2 بنانات اللي قطعتهم طريفات، واحد التفاحه، وعندي شويه ديال السبانخ اللي غسلتهم وخليتهم نشفوا. صافي غادي نوضع الحليب وشويه ديال السكر، كما قلت لكم نحاولوا ما نكثروش السكر. صافي غادي نطحن هاد المكونات. بصراحه هاد العصير كما قلت لكم كيجي لذيذ، يعني كانك كتشربي لافوكا. ووضعت العصير ديالي في الكؤوس. دابا شاركت معكم مائدة الافطار هنايا، يعني اللي قسم الله حطينا في مائدة الافطار عندي هنايا اللي كاينش اللي سبق لي شاركت معكم. هنا زعلوك، يعني ان شاء الله غادي نشارك معكم المقادير ديالو. عندي هنا رصيصه، يعني هنا دوك لي ميني بيتزا على شكل بليغات اللي شاركت معكم في النهائي ديال مائدة الافطار اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى على عجبكم هاد الوصفات. ما تنسوش ديروا لايك وبارطاج وتخلوا لي يعني تعليق محفز، وما تنسونيش من بارطاج مع جميع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده وباش تشجعوني باش نزيد المزيد من الفيديوهات ان شاء الله.